مساء الخير، وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. بصوا معايا هنا بقى 1.5 كيلو من الأجنحة. هعملها لكم، بصراحة هي مهدورة حقها جدا. هعملها لكم بقى بطريقة النهاردة جديدة وحلوة، وجربوها والولاد بيحبوها جدا وهتعجبكم قوي. انا بشيل ده عشان بيكون فيه زفارة. اغسلها بقى كويس، ملح وليمون. نكمل ارجع لكم تاني. هنا بقى معايا شوية ملح وليمون كده. نحط ليمون عليها ونغسلها بقى كويس، وننقعها بقى 10 دقايق كده. الملح والليمون، نحط عليها ميه وانقعها شويه وارجع لكم تاني. كده غسلتهم، سبتهم يتصفوا شويه. لهم بقى معلقتين كده صويا صوص، شويه من الفلفل الاسود، شويه من الثوم البودره، شويه من البابريكا، اللي بقى قلب شويه من الملح، شويه زيت، ذرة، شويه بقى من بهارات. اقلب بقى كل بعضه. دي اعشاب، شويه بهارات كده من اعشاب بتكون طبيعيه تخلي ريحه الفراخ تحفه. شويه من لبن الرايب، ده بقى بصوا بيطريها جدا وبيخليها تحفه. نسيبها بقى في التتبيله بتاعتها دي شويه، او لو مش عندكم لبن رايب تقدروا تحطوا زبادي. وهنقعها شويه وارجع لكم. بسم الله، كده اتبلت كويس. انا هبتدي بقى ارصها كده. بقى قلت اقشر لهم شويه بطاطس رفيعه كده ومقرمشه. هما بيحبوها مني كده، بس للاسف انا دايما ببخل عليهم اني انا اعملها، وبابا الولاد كمان بيحبها كده جدا يعني. بعدين حطها بقى ميه في تلج كده لمده 10 دقايق، وبعدين احمرها تاني. كانت تخينه شويه، ممكن ما تنزلوش بيها للاخر. كملها بقى تقطيع وارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقتين كده من الكاتشب، او لو مش عندكم كاتشب فلفل حار بيبقى حلو جدا. وهنا بقى من بهارات الاعشاب بتاعه الفراخ، ورشه فلفل، وشويه زيت، معلقتين كده من الصويا صوص، معلقتين من العسل كده. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلب بقى الصوص الجميل كده كله في بعضه، وهنكمل بيه بقى وش الفراخ. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا له لايك، وشكرا ان انتم مكملين. نرش بس رشه ملح بس، خلاص. ما شاء الله تبارك الله،
انا حطيت بقى الصاجه دي تحت لان الفرن هيحتاج يومين تنظيف. بصوا، وبعدين هدهنها بقى بالصوص اللي انا عاملاه ده، تحفه يعني. انتوا بقى ايه تقدروا، هسيبه بس 5 دقايق يتشمع بس، وبعد كده اقفل عليه. تقدروا تاكلوا احلى واطعم اجنحه في حياتكم، وحاجه بيتي وتحفه. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك واشتراك على اليوتيوب. ما شاء الله تبارك الله، انا عندي الولاد بيحبوها جدا واحنا بصراحه. وممكن تدهني تطلعوها وتقدروا مش لازم تحطوها في الفرن، يعني ممكن تدهنوها الصوص ده وخلاص يعني وبره بقى، هي مش بتبقى محتاجه اي حاجه. بس انا هسيبها بس 5 دقايق كده وهطلعها وارجع لكم تاني. الطاسه بقى بعد ما ايه، بعد ما نقعنا البطاطس في التلج، انزل بقى في الزيت. الله، بصوا يعني هتاكلوا احلى واطعم اجنحه وبطاطس، بتكون مقرمشه وتحفه، والولاد بيحبوها واكله موفره. ويعني ربنا يعيننا على الاسعار اللي احنا بنسمعها اليومين دول. وما تقلبوش فيها كتير، هي بس بقى المفروض انا الزيت كان يسخن شويه، بس انا غبيه يعني مش هقطع عليه. ما شاء الله، بصوا فين، سامعين صوت القرمشه؟ تحفه يعني. ما شاء الله تبارك الله. عملت جنبها بقى شويه مكرونه شرايح. بصوا يعني شكل الفراخ بيتكلم عن طعمها، والبطاطس المحمره كريسبي تجنن. أكلة حلوة وجميلة وموفرة وكل الولاد بيحبوها يعني. وما شاء الله يعني مستوية وطرية وجميلة ما شاء الله، اللهم بارك. أتمنى أن انتوا وتشتركوا في القناة علشان كل وصفاتي توصل لكم. وباي.